سيدتي الجميلة، رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. أنا اسمي شيماء، صيدلانية، وهستضيفكم في بيتي وهناقش معاكم موضوع طبي أو اجتماعي أو ديني. لكن عايزاكم قبل ما تشوفوا الفيديو والوصفات اللي أنا هقدمها لكم وأنا بستضيفكم في بيتي وبناقش معاكم الموضوع، عايزاكم تثبتوا حضوركم بذكر الله في التعليقات وتكتبولي بتتابعوني من أي دولة، لأن استوديو اليوتيوب بيقول لي إن أكتر متابعيني من مصر والسعودية والعراق، وكنت حابة أتأكد من المعلومة دي. في بداية الفيديو بفكركم وبفكر نفسي بعبادة كتير مننا غافل عنها، وهي عبادة التأمل. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة مارسها سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من 1400 سنة. دلوقتي أطلقوا عليها مسميات تانية كتير زي اليوجا وزي حاجات تانية كتير، لكن هي موجودة في ديننا، وهي اللي بتأكد لنا وجود الله الخالق البارئ القادر المقتدر، وبتخلينا دايما عندنا يقين إن ربنا موجود، وبنعرف ربنا من التأمل في الخلق اللي حوالينا، المخلوقات اللي حوالينا وفي الكون. قبل ما ادخل في موضوع الفيديو هقول لكم على اول وصفة معانا، وهو طاجن الرز المعمر. مقاديره بسيطة جدا. لكل نص كيلو من الرز هناخد كيلو من اللبن الطبيعي. بجيبه من عند اللبان ومش لازم تغليه، هو كده كده لما يدخل الفرن هيتغلي. هحط عليه حوالي 50 أو 60 جرام من الزبدة أو قطعة من الزبدة، ومعلقتين كبار من الزيت، معلقة صغيرة من الملح، ورشة من الفلفل الأسود، وبنقعه لمدة ساعة قبل ما أدخله على فرن درجة حرارته 200 لمدة ساعة من غير ما أشغل الشواية. أنا هشغل الفرن بس، وبحطه في الرف الوسطاني. وتاني وصفة معانا النهاردة هي شوربة الكوارع. شوربة مفيدة جدا لأنها غنية بالكولاجين وغنية بالبروتين ومضادات أكسدة وفيتامينز، ومهمة لصحة الشعر والبشرة. علشان كده بحب أعملها في بيتي كل فترة. وطبعا في ناس كتير بتغلب شوية في قصة تنظيفها، وأنا لقيت حد قبل كده قال لي على فكرة التنظيف بمكنة الحلاقة، بتكوني مخصصاها ليها موجودة عندك في المطبخ، بتسهل كتير جدا في تنظيفها. وفعلا ما خدتش مني أي وقت، بدل ما تقعدي تكحتيها بسكينة أو كده، لا، بمكنة الحلاقة هتنضفيها تنظيفة تانية. يعني هي جاية أصلا من عند الجزار متنضفة، وأنا بعيد عليها بس. وبعد كده بجيب ملح ليمون، وبجيب ليمونة وبدعكها. بعد كده لما تحطيها في الشوربة مش هتلاقي أي ريم بيظهر في الشوربة، والكوارع بتبقى نظيفة بنسبة 100%، وبتبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. وانتوا بقى بتتفرجوا على الوصفات اللي أنا بعملها لكم، هكلمكم في موضوع الحلقة النهاردة. هحكي لكم عن حال معظم الأمهات في رمضان. كلنا بدأنا بهمة عالية جدا، وابتدينا من ليلة 1 رمضان الجزء الأول من القرآن. في مننا اللي قدر يكمل وخلص سورة البقرة ودخل على آل عمران، وفي اللي وقف وما قدرش يكمل من طبعا قلة النوم والنوم المتقطع وصحيان وعمل السحور ورعاية الأطفال في البيت وتنظيف البيت وعمايل الأكل وتجهيز الأكل. ده غير إن في معظم البنات كمان عندهم نسبة أنيميا عالية نتيجة العادات الغذائية والصحية الغلط المنتشرة في مجتمعنا. فالأنيميا اللي بتكون موجودة عندهم بتخليهم ما عندهمش طاقة إن هم يكملوا صيامهم بطريقة صحية، أو إن هم يستحملوا الفترة الكبيرة اللي بيصوموا فيها. بيحسوا على طول بإجهاد، أو بيجيلهم صداع عادي أو صداع نصفي، فما بيقدروش يكملوا على التراك، ما بيقدروش يفضلوا على التراك إن هم يختموا القرآن وإن هم يصلوا القيام كل يوم. وطبعا ليهم عذرهم، لكن المشكلة الكبيرة هي إن هم بيوصلوا لمرحلة من مراحل الإحباط واليأس. أحب أفكرهم وأقول لهم لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم ما يعرفش كلمة يأس، ما يعرفش كلمة إحباط. لازم تقومي وتكملي وتحاولي. محاولتك دي لوحدها بتؤجري عليها.
زي ما ربنا كمان بيقول لنا في القرآن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مجرد ان انتي بتجاهدي وبتحاولي، لو بعد صلاة العشاء صليتي قيام ركعتين بس، لو بعد صلاة العشاء قرأتي ولو صفحة واحدة من القرآن، حاولي على قد ما تقدري، وربنا هيأجرك على سعيك، مش هيأجرك على النتيجة ان انتي صليتي 12 ركعة مثلا من القيام وان انتي ختمت القرآن 4-5 مرات. ربنا هيحاسبك على سعيك، لأن انتي كمان بتؤجري على تعبك في بيتك. فالنهاردة هقولك على عبادات تحاولي تحافظي عليها في رمضان، مش هتاخد منك مجهود كبير ولا هتاخد منك وقت كبير، لكن لما تيجي تعمليها اعمليها بقلبك واعمليها بخشوع، وإن شاء الله تؤجري عليها لو ما كنتيش بتقدري تواظبي على القيام يوميا وعلى ختم القرآن في رمضان. أول حاجة تعهدي نفسك عليها في رمضان هي المحافظة على الفروض قبل النوافل، قبل السنن. تحافظي على الفروض، تحافظي على الصلوات الخمس، تحافظي على صلاة الفجر، تحافظي على إن الصلاة تكون في وقتها، وزي ما ربنا قال لنا في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا. الحفاظ على الصلاة في وقتها. العصر أذن عليكي وانتي بتعملي الأكل، سيبي الأكل اللي في إيديكي واطفي على البوتاجاز وروحي صلي. أذن عليكي وانتي بتغسلي المواعين، سيبي المواعين وروحي صلي. هتلاقي فيه بركة في وقتك، هتلاقي فيه بركة في الحاجة اللي كنتي بتعمليها بتنجزيها أسرع. هتلاقي يومك كله فيه بركة، هتحسي بتغيير كبير لما تصلي الصلوات في وقتها، غير الراحة النفسية اللي انتي هتحسي بيها. يبقى دي رقم 1، ان احنا نؤدي الفروض اللي علينا قبل ما نفكر في أي نوافل أو أي سنن تانية هنعملها جنب الفروض. رقم 2 هو إن احنا نقرأ صفحة من القرآن دبر كل صلاة. بعد كل صلاة لو انت مش هتقدري تختمي القرآن أو تقرأي جزء كل يوم أو جزئين كل يوم زي ما في ناس بتقدر تعمل ده، فعلى الأقل تحافظي على قراءة صفحة واحدة من القرآن دبر كل صلاة، وتكوني معاكي المصحف اللي فيه التفسير. يعني في مصاحف كتيرة أو بيكون فيها تفسير مبسط لمعاني الكلمات اللي موجودة في القرآن. ليه بستخدم المصاحف اللي بيكون فيها معاني الكلمات؟ لأن ده بيساعدني أكتر على فهم الكلام اللي أنا بقرأه من القرآن، وبالتالي هيساعدني في تدبر معاني القرآن. يبقى تاني حاجة هنعملها إن احنا نقرأ صفحة من القرآن دبر كل صلاة. قبل ما ادخل معاكم في تالت نصيحة أو تالت حاجة تعمليها في رمضان وتحاولي تلتزمي بيها، بقدم لكم هنا الوصفة التالتة معانا النهاردة، هي الكفتة. أسهل طريقة وأضمن طريقة للكفتة، وهتطلعيها أحلى من كفتة الحاتي وأحلى من الكفتة اللي بتجيبوها من بره. الفكرة كلها إن أنا جبت نص كيلو لحمة وضفت لها حوالي نسبة 20% منها عبارة عن دهن، يعني بتضيفي نسبة دهن عالية شوية في الكفتة. وضفت عليها 3 معالق من البقسماط المطحون ومعلقة كبيرة من الدقيق وبشر بصلتين بالمية بتاعتهم. وما تقلقيش، ما تصفيش البصل من المية ولا أي حاجة، لأن انت حاطة دقيق وحاطة بقسماط، مش هتخلي الكفتة تبقى سايبة منك ولا أي حاجة، بالعكس الكفتة هتطلع متماسكة وفي نفس الوقت بتدوب في البق. وكمان حطينا حوالي معلقتين كبار من البقدونس المتقطع رفيع جدا، وهنخلط كل ده كويس جدا. هنحط التوابل فلفل اسود وكمون وشوية كمون وملح. انا بحب التوابل بتاعتها تبقى بسيطة جدا. في ناس بتحب تزود اي توابل تانية للكفتة او كده، دي حاجة طبعا ترجع لكم. في ناس بتحب تحط قرن فلفل حامي، برضو انا بحبه بس علشان أولادي، فما حبيتش إن أنا أضيفه على الكفتة. بعجنها كويس جدا، وبعد كده بجيب السيخ وببتدي أصبعها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، وبحطها في فرن درجة حرارته 200 أو 220 لمدة نص ساعة تقريبا، أو لمدة ساعة إلا تلت. بقلبها، يعني بعد ما بتاخد لون من الوش بقلبها على الجنب التاني علشان تاخد لون. وبعد كده بعد ما بتطلع من الفرن بحط لها
فحمة على قشرة بصل. مش عارفة انتوا تعرفوا الفكرة دي ولا لأ، بس أنا بحطها على قشرة البصل، بتخلي ريحة الدخان أحلى بكتير. وبغطيها بورق الفويل وأسيبها تاخد ريحة الدخان، بتطلع زي المشوية بالظبط زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. ندخل بقى على الحاجة التالتة اللي تحاولي تلتزمي بيها في رمضان علشان إن شاء الله ربنا يأجرك وتكوني من إن شاء الله من عتقاء النار. العبادة التالتة اللي تحاولي تنتظمي عليها في رمضان على قد ما تقدري هي عبادة الذكر. ودايما ارتبطت عبادة الذكر بالكثرة. دايما هتلاقي الذكر لما بيجي فيه آية من آيات القرآن بيرتبط بالكثرة، زي ما ربنا بيقول في القرآن: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وكمان في آية تانية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي آية تالتة ربنا بيقول فيها: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي آية رابعة كمان ربنا بيقول فيها: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يبقى ارتبط الذكر عندنا في القرآن بالكثرة. يعني مش إن أنا أذكر ربنا حاجة تقع مني أقول بسم الله ووطي أخدها أنا كده ذكرت ربنا وخلاص. متعصبة رايحة جاية في الشقة ولادي معصبيني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله كده ذكرت الله وخلاص. لا، طول ما انتي بتعملي حاجة انتي مش محتاجة تتكلمي فيها خلي لسانك رطب بذكر الله. عندنا الأذكار زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوليهم كده ورا بعض وافضلي قوليهم. مش هقولك مثلا تمسكي سبحة أو تمسكي العداد بتاع الذكر اللي بيتلبس في الصوابع، مش شرط تعملي كل ده، لكن انتي هتتعودي بالتدريج. هتلاقي نفسك طول الوقت طول ما انتي ساكتة أو مش بتكلمي حد أو مش محتاجة ان انتي تستخدمي لسانك في أي حاجة غير الذكر، هتلاقي لسانك لوحده بيذكر الله. فدي العبادة التالتة اللي عايزين نحافظ عليها طول رمضان. طبعا دي بقى الوصفة الرابعة. أنا عاملة معاكم هنا عملت مع شوربة الكوارع شوية بامية كده، طاجن بامية كده أقدمه مع الأكل. وطبعا كلكم عارفين المقادير بتاعته، فأنا محبتش إن أنا أخد من وقت الفيديو كتير علشان أقدم لكم الوصفة بتاعت طاجن البامية. لكن من الحاجات اللي أنا عايزة أقول لكم عليها فيه إن أنا بعمل له طشة توم زيه زي الملوخية بالظبط. ادي طاجن الرز المعمر خلاص استوى زي ما انتوا شايفين، من غير ما نحط له زبادي ولا نحط له قشطة ولا أي حاجة. هي الزبدة مع اللبن الطبيعي بتعمل وش من القشطة جميل جدا. أول ما بيطلع من الفرن بس بنغطيه بورق فويل كده علشان يرد. وفي اليوم ده كنت عاملة عصير فراولة. الفراولة كتير قوي في السوق وجميلة ومسكرة، وقطعت عليها قطع من الفراولة. احنا عندنا بيتنا ما عندناش قصة ان احنا لازم نكون ملتزمين بقى بان احنا نشرب تمر هندي ونشرب سوبيا. انا بشوف الحاجات اللي اولادي بيحبوها او الفاكهة بتاعة الموسم وبحاول ان انا اقدمها لهم في البيت. وخلي بالكم من حكمة ربنا ان كل موسم، يعني الشتاء ليه فاكهة معينة، الصيف ليه فاكهة معينة. دي من حكمة ربنا علشان ربنا بيكون عارف جسم الإنسان وطبيعة جسم الإنسان بتبقى محتاجة إيه في الوقت ده في السيزون ده. يعني مثلا في الشتاء هتلاقي معظم الفاكهة فيها فيتامين سي، فيها مضادات أكسدة، البرتقان والسفندي والفراولة وحتى الجوافة دلوقتي موجودة كتير في السوق. كل الحاجات دي غنية بفيتامين سي اللي بتعزز مناعة الجسم جدا. في الصيف بقى هتلاقوا البطيخ والحاجات اللي هي بتكون نسبة المية والألياف فيها عالية قوي علشان طبعا حرارة الجو. فعلشان كده أنا دايما بحب أقدم الفاكهة على حسب الموسم بتاعها، بحاول أستغلها في الموسم بتاعها على قد ما أقدر وأقدمها لأولادي.
العبادة الرابعة اللي تحاولي إن انتي تعمليها في رمضان هي إن انتي تتوقفي تماما عن كل ما يغضب الله ورسوله على قد ما تقدري. يعني مثلا طول ما انتي في رمضان حاولي تتخيلي كده لو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دخل بيتك فجأة، يحب يشوفك في الوضع اللي انتي فيه، يحب يشوفك وانتي بتتفرجي على مسلسل هابط فيه ممثلة من الممثلات لابسة بدلة رقص وبتمثل إنها بترقص مع زوجها ولا مش عارفة بتعمل إيه في مشهد إيه. بجد في حاجات بتيجي قصاد عيني كده بالصدفة على السوشيال ميديا على الفيسبوك، أنا بستغرب إزاي بيقدموا الحاجات دي في رمضان. يعني ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم. تحبي إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدخل عليكي وإنتي ماسكة في سيرة فلانة كانت لابسة إيه أول يوم رمضان في العزومة، وكانت لابسة لبس ضيق، وكانت عاملة إيه وكانت عاملة إيه، تجيبي في سيرتها وغيبة ونميمة؟ تحبي إن انتي تسيء الظن في حد مثلا سلم عليكي بطريقة معينة في أول يوم رمضان أو لما كنتي معزومة عند حد وكان مكشر؟ ده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول التمس لأخيك 70 عذرا. ياه، اقعدي بقى هاتي ورقة وقلم كده والتمسي للحد اللي سلم عليكي بوش غير المعتاد أو غير اللي انتي متعودة تشوفيه منه، اقعدي بقى اكتبي 70 عذر. فسوء الظن وحكمنا على نوايا الناس، اللي بيحاسب الناس على نيتهم هو ربنا الواحد الأحد مش البني آدمين. ما ينفعش نحكم على نية حد وما ينفعش نسيء الظن في حد. فدي من العبادات السهلة جدا اللي ممكن نعملها، نمسك لساننا عن سيرة الناس، عن الغيبة والنميمة، وعن سوء الظن في الناس، وعن المسلسلات الهابطة اللي بيصروا كل رمضان إن هم يقدموها لنا في التلفزيونات. أنا هنا كده خلصت الغدا، وزي ما انتوا شايفين الكفتة متماسكة وفي نفس الوقت من جوه طرية جدا. وده المخلل اللي أنا عملت معاكم في الفيديو بتاع تجهيزات رمضان. وشوربة الكوارع زي ما انتوا شايفين صافية وجميلة جدا وحاجة نظيفة كده عاملاها في بيتك، مفيش أجمل من كده. آخر وصفة معانا النهاردة هي من أكتر الوصفات القريبة جدا لمزاجي ولذوقي في الأكل، وهي وصفة الإكلير. بجد من أظبط الوصفات اللي بقدر أعملها بالمقادير دي، بس أنا علشان ما أطولش عليك الفيديو فأنا ما حطيتش المقادير المرة دي. بس أرجوكم لو أنتوا محتاجين مقاديرها فعلا اكتبولي في التعليقات إن أنتوا محتاجين مقاديرها، وأنا هنزلها لكم بعد العيد على طول وأقول لكم على السبب اللي بيخليها مكتومة والسبب اللي يخليها فاضية من جوه وهشة ونفشة، لأن أنا جربت الطريقتين وحصل معايا أخطاء كتيرة جدا لما كنت بعملها كذا مرة. فعلشان كده عايزة أنقل لكم خبرتي وتجربتي فيها، لكن اكتبولي في التعليقات لو كنتوا محتاجين إن أنا أعمل لكم فيديو عليها. طيب هندخل بقى على العبادة الخامسة، وهي عبادة صلة الرحم. زي ما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصانا: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا ما قطعت. دوري كده في فروع عيلتك، مين الحد اللي انت مش بتتواصلي معاه، اللي انت مش بتسألي عليه، اللي انت بقالك كتير ما تعرفيش عنه حاجة. الناس القريبين منك، ماما وبابا وخالته وعمته والناس اللي حواليكي اللي انتي كده كده بتوديهم خلاص، لكن اكيد في خالته ساكنة في حتة بعيدة مثلا انتي ما تعرفيش عنها حاجة، او عمته ساكنة في محافظة تانية، اتصلي بيها واسألي عليها وصلي رحمك مع بدون مكافأة. يعني مش اللي بيجي يزورني أزوره واللي يتصل بيا أتصل بيه. ندخل بقى على العبادة السادسة، هي إن إحنا نشوف مين من الشيوخ اللي إحنا بنقدر نفهمه بطريقة سهلة ونحاول نتابعه. وما شاء الله يعني القنوات الدينية دلوقتي بقى كتيرة جدا. عندكم قناة الرسالة، قناة مودة، عندكم اليوتيوب. بجد إحنا يوم القيامة لما هنقف قدام ربنا مش هيبقى لنا أي حجة نقولها لربنا علشان ما كناش بنتفقه في ديننا وبنفهم ديننا بما يرضي الله. لأن احنا عندنا السوشيال ميديا كلها فيها الحلو وفيها الوحش، وانت كإنسان قدامك الاختيار، يا تختار تسمع الفيديوهات المفيدة يا تختار تسمع الفيديوهات اللي بتضيع وقتك وبتركبك ذنوب وبتحط على صحيفتك ذنوب قد كده. فنقدر نسمع الشيوخ على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب.
العبادة السبعة بقى اللي هفكرك بيها إن انتي دايما أول ما تدخلي المطبخ تستحضري نية إفطار الصائم، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. وأتمنى يا رب إن الفيديو يكون عجبكم والوصفات تكون سهلة عليكم. لو احتجتوا أي سؤال على أي وصفة قولولي وأنا هكتبها لكم وهرد عليكم على طول وهتواصل معاكم إن شاء الله. لو عجبكم وصفة الإكلير وزي ما انتوا شايفين كده يعني الصورة بتتكلم لوحدها بجد والله أحلى من الجاهز فعلا. لو عملتوه بالمقادير دي اكتبولي في التعليقات وانا هعمل لكم فيديو مخصوص بيه واكتب لكم كل الغلطات اللي ممكن نغلطها واحنا بنعمل الإكلير. وهقولك كمان ازاي تعملي الصوص بتاع الشوكولاتة من غير ما يكون ناشف، يعني لما تيجي تاخدي قطمة كده ما تلاقيش الشوكولاتة بتتفرفت معاكي وفي نفس الوقت تبقى ناشفة أول ما تحطيها في التلاجة وما بتلزقش. يا رب يومكم سعيد ومليان هاي دوز من السيروتونين هرمون السعادة، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.